طيب ازيكم يا جماعه. الفتره اللي فاتت ما كانش فيه تلفزيون عندي لظروف ما، فقررت ان انا احمل فيلم افريكانو على التليفون عشان اكسر حاجز الملل اللي هيحصل، وعشان هقعد فتره كمان من غير تلفزيون. طيب اشمعنى افريكانو؟ فيلم افريكانو ده اول فيلم انا شفته في حياتي من اول ما وعيت على الدنيا. اول فيلم شفته في حياتي كان فيلم افريكانو، فانا ليا ذكريات معاه كتير. الفيلم ده انا بحبه حب لحد دلوقتي من وانا صغيره، لدرجه ان لما الفيلم كان بيخلص اما اكون مش عايزاه يخلص، فالان سين خلاص الفيلم خلص وجميله وبدر اتجوزوا وراكبين عربيه وماشيين، كنت بعمل بوز عشان انا مش عايزه يخلص، مش عايزه التتر يجي. وكان حبي للسقا كبير قوي قوي بشكل لا يوصف. كنت بمشي في الشقه اقول لهم انا لما اكبر هتجوز احمد السقا، واسال اي حد في بيتنا اي فرد، انا كنت بقول الجمله دي فعلا وبقولها بجد، يعني مش بقولها بهزار. وانا كمان في المرحله دي انا ما كنتش دخلت مدرسه، ما اعرفش تقريبا اكتب ولا اقرا تقريبا يعني، فكنت لسه في حضانه وما اعرفش يعني ايه اصلا جواز. فكون ان انا ماشيه في السن ده عماله اللي رايح واللي جاي، انا لما اكبر هتجوز احمد السقا، دي مشكله. فانا غالبا كنت ديلوجنال من قبل ما الكلمه يكتشفوها ودخلوها المعجم. عارف البنت اللي هي كانت طالعه في انترفيو بتقول انا كنت وانا صغيره بكرش على احمد شوبير، كنت بحبه حب، كنت بقصقص صوره من الجرايد. انا كنت كده مع احمد السقا. فانا كنت بحب احمد السقا من سن صغير قوي. انت ممكن ما تتخيلوش، اولا ما تتخيلوش ليه، تعالى هوريك. شايف دي كانت بتحب احمد السقا. دي كانت مقتنعه ان السقا هيعجب بيها لما تكبر، واصلا احمد السقا غالبا ولاده اكبر مني يعني. فانا الفيلم بشوفه من وانا عيله صغيره، فلما شفته من قريب اكتشفت حاجات انا ممكن اكون ما كنتش واخده بالي منها عشان يمكن انا كنت صغيره شويه، زي مثلا خفه دم احمد عيد. انا في حياتي ما ضحكت في افريكانو قد المرتين اللي فاتوا اللي انا شفت فيهم الفيلم. والله العظيم احمد عيد كان كل ما يفتح بقه ويقول حاجه انا اقعد اضحك. على فكره يا زينب، اخوك عامل مشاكل كبيره في بيت الزواحف، رجليكي حلوه قوي يا سمر. انت اجازتك امتى؟ انت منين بقى اختي؟ منين؟ من بكوس. المهم انا بعد ما خلصت الفيلم قررت ان انا عايزه اشوف بيهايند ذا سينز ايه الدنيا. فشفت انترفيوز للسقا وهو بيحكي الكواليس وبيهايند ذا سينز كانت عامله ازاي. فجي عند اللقطه بتاعه النط من الشلال اللي هي الماستر سين، هو ده مش سين عادي، ده ماستر سين، اللي هو كان بيقول فيه لو ده هيثبت لي انك ايه بحبك وينط. طبعا انا كان نفسي احط لك السين بس الكوبي رايت بيحكمني. انا السين ده من وانا صغيره، معلش انا عايزه اقول السين ده من وانا صغيره عادة عندي لحد دلوقتي. اول ما يقول بحبك لازم اعلي الصوت بتاع التلفزيون على الاخر واعيش اللحظه مع الفنانه منى زكي، كانوا بيقولها لي انا بالظبط. فده من حبي للسقا شجعته. اللي انا عرفته ان السين ده ما اتعمل بصعوبه شويه، لان هو لازم ينط بطريقه معينه وفي صخور تحت. لما يجي ينط في الميه في صخور تحت عشان انت بتصور في حته فيها شلال وصخور وبتاع. واصلا بيقول ان الاكسجين فوق كان قليل لان هما كانوا في حته عاليه، فبيقول ان كان في ناس من الكرو بيغمى عليها. انا بقول لك مثل فيلم افريكانو ده لان كل واحد فينا حتى لو انت مش سينمائي بس انت ممكن يبقى ليك فيلم ليك ذكريات معاه. انا لما بشوف الفيلم ده بحس ان الانر تشايلد بتاعي مبسوط قوي، كاني لسه شايفه الفيلم ده لاول مره، بتفرج عليه بكل حماس وانا عارفه وهاريه وحافظه ايه اللي هيحصل، بس انا برضو عايزه اقعد اتفرج. وده اللي انا بحبه في السينما او في الصناعه دي. قبل كده كان في انترفيو اتعمل مع مارتن سكورسيزي، كان الانترفيور قال له what makes cinema، فمارتن قال له I think what makes cinema to me I think it's ultimately something that stays with you. بس انا دي اللي انا حافظاها عشان دي بتتكرر كتير. قال كلام كتير يعني، بيقول يعني ان انت ممكن تشوف الفيلم بعد 10 سنين بتحس بنفس الاحساس اللي انت كنت بتحسه من 10 سنين، او احساسك بيبقى مختلف، او لما بتشوف الفيلم من تاني بتحس ان في حاجه ممكن تتعلمها جديده، اللي هو يعني انت بتاخد بالك من حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها قبل كده لما شفت الفيلم ده. والفيلم بيكون ما اتغيرش بس انت اللي اتغيرت. فاللي بقوله ان انت لو مخرج شاطر انت بتكون عايز تعمل فيلم يعلم مع الناس اللي هيتفرجوا على الفيلم ده، حتى لو الفيلم لو بادجت، عشان انا عايزه اسيب مارك، انا بس عايز الناس تتفرج وتتبسط، يعلم معاهم ويفضلوا فاكرين الفيلم ده طول السنين. انا مهما السنين مرت انا فيلم افريكانو ده بالنسبه لي عمره ما هيقدم، عمره ما وافلام تانية كتير، بس انا جبت افريكانو كمثال حي علشان ده اللي انا شفته مؤخرا وحسيت بقى بالاحاسيس اللي انا جيت احكي لك عنها دلوقتي. والجواز بتبقى طبعا من الاسباب
اللي بتدل على ان الفيلم نجح. بس ده طبعا مش المقياس الوحيد، في افلام معفنه يعني بتاخد جوائز عالميه، وانا مش هتكلم عن الاوسكارز السنه دي عشان حاجه تغم. بس كفايه ان هو علم مع الناس، كفايه ان حد يوقفك يقولك انا الفيلم بتاعك انا شفته وحبيته واثر فيا وغير وجهتي للحياه. قولي انت كده كم مره بتشوف فيلم بعد ما تخلصه تحس اللي هو انا بني ادم جديد، انا البطل بتاع الفيلم، انا حد تاني. فاللي جاي اقوله لك ان تاثير السينما بيبقى عليك كبير، صناعتها مش سهله خالص تماما. يعني الواحد لما بيشوف الكواليس بتكون حاجه اللي هو انتوا ازاي عملتوا كل ده. انا بس عايزه اسالك سؤال قبل ما امشي، انت فاكر اول فيلم شفته في حياتك؟ اول فيلم انت اول ما وعيت على الدنيا ايه اول فيلم شفته في حياتك؟ وحاول تفتكر كده تاثيره عليك كان ايه، وهل لما انت بتشوفه دلوقتي بتحس بنفس الاحساس اللي كنت بتحسه وانت صغير، او على حسب المرحله العمريه اللي انت كنت فيها وقتها؟ وهل بيأثر فيك زي زمان؟ وايه اللي اختلف زمان عن دلوقتي في شعورك نحوه؟ بس ده اللي انا عايزه اعرفه، لان انا شعوري مع فيلم افريكانو ما اتغيرش، بالعكس كاني كل ما اشوفه كاني اول مره اشوفه. المهم بمناسبه ان خلاص رمضان خلص والعيد خلص، كل سنه وانتم طيبين. احنا رجعنا تاني ان نرجح افلام. انا من قيمه اسبوعين شفت فيلم نوسفراتو اخراج روبرت ايجرز. مشكلتي ايه ان هو بالنسبه لي مش فيلم رعب، هو بالنسبه لي فيلم دارك رومانس، ودي مصيبه. لاني بصراحه كان عجبني الكيمستري ما بين نوسفراتو وليلي روز، انا مش فاكره اسمها في الفيلم كان ايه، بس انا الكيمستري بتاعتهم كانت واصلالي، كفايه فرق الطول. فانا مش عارفه هل هو عجبني علشان انا عارفه اللي عامل شخصيه نوسفراتو بيل وانا بحبه، ولا ده عجبني يعني ده الشكل ده عجبني، ده الحاله اللي هم فيها دي عجباني، ولو ده حصل فدي كارثه. فانا بحاول ما اكتشفش قوي علشان يعني ما تصدمش. فالمهم ترجيحي النهارده يبقى الفيلم نوسفراتو، لو انت ما شفتوش شوفه، فيلم حلو. اي نعم هو بالنسبه لي مش اقوى حاجه لروبرت ايجرز، بس مش بطال. بس كده احب اقول في اخر الحلقه ان فيلم افريكانو ابسولوت سينما، وشوف فيلم نوسفراتو وقول لي رايك لو انت شفته، وقول لي رايك ايه فيه. وده مش الشكل النهائي، انا عارفه ان انا كل الفيديوهات بقول لكم ده مش الشكل النهائي، بس علشان لسه في بوسترز عايزه اعملها هنا بس هتبقى جديده شويه. وانا مش متعوده بصراحه على اوضتي انها تبقى حيطانها فاضيه كده، ولا انتم متعودين؟ انتوا دايما يعني 60 بني ادم فرجوا على بالشكل ده متعودين ان في فرح ورايا. بس هو مش هيبقى فيه فرح قوي زي زمان زي في سلسله وات اباوت، بس الدنيا يعني هتبقى فيها حاجات عن كده. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.